إيه اللي هيحصل في جسمك لمّا تاكل وجبة واحدة في اليوم أو وجبتين أو 3 أو 6؟ لو بتاكل وجبة واحدة في اليوم جسمك هيحس بالجوع الشديد طول الوقت، الطاقة هتقل والتركيز كمان هيقل، وكمان الجسم بيحاول يخزن دهون أكتر عشان يحافظ على الطاقة، وده مثبت في دراسات تغذية. طب لو كلت وجبة واحدة في اليوم إيه اللي هيحصل؟ بُص، مستويات السكر في الدم هتكون متقلبة، وهرمون الجوع زي الجريلين هيعلى، وده بيخلي جسمك مهما تاكل يقول لك أنا جعان، حتى لو كلت كتير أوي بس كلت مرة واحدة. أما ال3 وجبات بقى بتدي جسمك توازن ممتاز للطاقة، المعدة مرتاحة والدم مليان بالعناصر، وده كويس للقلب والمخ. دراسات كتير بتقول إن توزيع الوجبات بشكل منتظم بيزود معدل الحرق، بيحافظ على استقرار السكر في الدم، وده مهم عشان تقلل شعور التعب والخمول. طب يا معلم بقى لو قسمت أكل اليوم على 5 أو 6 وجبات صغيرة، الجسم بيستقبل طاقة مستمرة طول اليوم، وده مفيد للناس اللي محتاجة نشاط طول الوقت، زي الناس اللي بتعمل بالكينج في الجيم اللي بتضخم. ده أحسن نظام ليها 5 6 وجبات بس بصورة صغيرة. بس هنا عندنا تحذير، خلي بالك لو الوجبات مليانة دهون وسكر الوزن هيزيد ومفيش فايدة مهما تاكل. المخ بيحب السكر المستمر من أكل صحي، تقسيم الوجبات الصح بيخلي التركيز عالي والمزاج مستقر، وده طبعا مثبت علميا. الوجبات المثالية بقى لكل شخص، بص هو مفيش نظام وجبات واحد لكل الناس، بس المهم تعرف جسمك محتاج قد ايه وتختار عدد وجبات يناسب نشاطك وهدفك الصحي. اختار النظام الصح وعدل وجباتك بحيث تكون صحية ومتوازنة، وهتحس بطاقة أكبر وصحة أحسن. جرب تعدل نظام وجباتك لمدة أسبوع وشاركنا رأيك في التعليقات. وبس كده خلص فيديو النهاردة، متنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.